هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. الفيديو النهارده هكلمكم عن الشاور المصري بمنتجات كلها مصريه من الالف للياء. فخليكم معايا. قبل اي حاجه هستنى اللايكات بتاعتكم وتعليقاتكم الحلوه، ويلا بينا على الفيديو. خلينا بقى نشيل كل الحاجات دي ونجيب حاجه حاجه. طيب، اول نقطه يا بنات هتكلم عنها وهي طبعا الشاور. انا بستخدم بقالي فتره كبيره حتى من قبل المقاطعه الشاور جل بتاع فريده. الفريده دي بصراحه اثبتت جداره. بصراحه الشاور جل ده حلو قوي، وكل الروائح بتاعته حلوه قوي. حجمه كمان 650 ملي، حجمه خطير. روايحه كلها حلوه. الريحه دي اسمها مون لايت، هي لونها بيربل كده شويه. انا جربت كل الروايح كلهم بصراحه احسن من بعض. فاول خطوه بعملها طبعا الشاور جل ده بتاع فريده. بيقعد فتره كبيره. ريحته زي اي شاور جل، اللي هو ما بيثبتش قوي على الجلد يعني. بس خطير. اقل كميه منه بتعمل بابلز كتير، وبينضف الجسم وبيقعد فتره كبيره، وسعره كمان حلو قوي. وكمان هتلاقيه متوفر في كل مكان. فدي اول خطوه. في خطوه يا بنات انا بعملها قبل الشاور جل بالنسبه للشاور اللي هو العميق. طبعا الشاور اليومي بيبقى عادي بالشاور جل على طول، لكن الشاور الاسبوعي ده بيكون لازم ادخل فيه الصابون المغربي او الحمام المغربي. وانا كلمتكم في الفيديوهات بتاعتي عن الحمام المغربي بتاع موركون اويل ده صابون مغربي لبناني. فالصابون ده طبعا برضو معانا مش مقاطعة ولا حاجة، وانا بستخدمه بقالي سنين. فبصراحة الماركة دي حلوة جدا. بستخدم الصابون المغربي ده قبل الشاور جل. يعني اول خطوة في الشاور بتاعي بسخن المية كويس قوي، وابتدي ان انا احط الصابون المغربي على جسمي كله. وبعدين بالليفة تكون طبعا برضو نقعها في مية سخنة، وابتدي ان انا اعمل حركات دائرية على الجسم بالليفة المغربية دي. بيشيل بقى اي جلد ميت، بيشيل اي تراكم دهون، بيشيل اي حاجة. وبعد كده بغسل جسمي واشطفه كويس قوي. وبعد كده اعمل الخطوة التانية وهي خطوة الشاور جل. تمام. يبقى انا بستخدم في الشاور العادي شاور جل على طول، بس الشاور الاسبوعي لازم اعمل حمام مغربي. والحمام المغربي اللي هو بتاع ماركون اويل ده تحفه جدا. انت لو استخدمتي الحمام المغربي هتعرفي يعني ايه نظافه، هتعرفي يعني ايه ان انت في الشاور العادي جسمك ما بينضفش خالص. لما بتستخدمي الحمام المغربي بتحسي ان جلدك كده بيزيق من النظافه. فبصراحه الحمام المغربي خطوه اساسيه في الشاور الاسبوعي. الخطوه اللي بعد كده، طبعا انا خلصت بقى الشاور وخلصت الحمام المغربي تمام، بطلع بحط كريماتي وكده. بس لما بيكون الشاور عادي او او شاور ما بستخدمش فيه الحمام المغربي، بعمل خطوه بعد الشاور. بعد الشاور جل بعمل خطوه وهي السكراب. ما ينفعش اعمل السكراب مع الحمام المغربي مع بعض، لا هيبقى يعني ايه لود قوي على الجسم يعني، او على ايه على الجلد. فيا اما تعملي حمام مغربي والخطوه دي بتكون قبل الشاور جل، يا اما تعملي السكراب والخطوه دي بتكون بعد الشاور جل. فالسكراب ده انا كلمتكم عنه برضو قبل كده، اللي هو بتاع ايفا. ايفا وبي وايت عاملين سكراب جديد حجمه 250 جرام بالعرقسوس وبالترمس وببذور المشمش. كلها حاجات طبيعيه، وكلها حاجات بتنظف البشره وبتفتحها. العرقسوس بينظف البشره ويفتحها جدا، والترمس نفس الكلام بيفتح البشره جدا. فالسكراب ده حلو قوي برضو. بحطه برضو على جسمي وبحركات دائريه ابتدي ان انا ادلك او اعمل مساج للجسم كله. وبعد كده بتشطفيه بميه بس. فدي الخطوه الثالثه. حلو جدا وبينظف البشره وبيسيبها ناعمه ومترطبه. كده انا خلصت الشاور بتاعي. ببتدي بقى ان انا اطلع من الشاور وجسمي مندي على طول. بحط حاجه من الحاجتين دول، يا اما البادي لوشن بتاع وشان شركه مصريه، شركه معانا برضو. البادي لوشن ده بقى خطير. البادي لوشن ده يا بنات فظيع. اولا للبشره الجافه، والبشره الجافه جدا، فيه هيلورونيك اسيد وفيه نياسيناميد وفيه سيراميد. فكلها حاجات بترطب البشره جدا وبتفتح البشره. وكمان البادي لوشن ده حلو قوي للبشره اللي فيها اللي هي ستروبري سكين، اللي فيها يا بنات شعر تحت الجلد. يعني في ساعات بيبقى في شعر كده تحت الجلد. البادي لوشن ده او البادي ميلك ده حلو قوي للجلد اللي هو الستروبري ده.
وبيقولك ان الترطيب بتاعه عميق، يعني بيقعد لحد 72 ساعة معانا. فبصراحة البادي لوشن ده حلو وحجمه حلو، حجمه 300 مللي، وكمان سعره كان حلو جدا، وبرده بتلاقيه متوفر في الصيدليات. يا اما بحط البادي لوشن ده يا بحط البادي لوشن بتاع ايفا. البادي لوشن بتاع شان اخف شويه من البادي لوشن بتاع ايفا. البادي لوشن بتاع ايفا يعني ايه، تقيل شويه. وفي حاجه كمان حلوه في البادي لوشن بتاع شان، البادي لوشن شان يا بنات ملهوش اي ريحه، دي حاجه حلوه جدا لو جسمك حساس او جسمك بيحصل فيه احتكاك من الروايح او كده، او لسه عامله شيفنج او كده، بيبقى احسن ان انت تستخدمي حاجه ملهاش ريحه. فده حلو في ايه، في اوقات معينه. وده كمان حلو، ده ليه ريحه شويه، ريحته حلوه برده واتقل شويه من الشان. فبصراحه برده حلو جدا بتاع ايفا، حجمه 240 مللي، وترطيبه حلو قوي، وريحته كمان حلوه. وبرده ايفا معانا مش مقاطعه ولا حاجه، وطبعا ماركه ايفا لا غنى عنها بصراحه، كل منتجاتها روعه، وكمان سعره حلو قوي، سعره اقل من 100 جنيه. اجي بعد كده على ترطيب ايدي ورجلي. بستخدم لايدي ورجلي ايدي بحط الكريم بتاع ايفا، برده ده تحفه جدا، برده ريحته حلوه قوي وترطيبه حلو قوي للايد. وكمان لرجلي بستخدم الكريم ده عشان الكريم ده قوي شويه وتقيل، بروح جايه حطاه على رجلي، وابتدي بعد كده ان انا البس الشراب. فحلو قوي برده الكريم ده، هو كريمي وجليسرين، يعني كريم وجليسرين مع بعض، تحس ان هو خليط بين الكريم والجليسرين، وبينفع على الايد، يعني ممكن تحطيه على ايدك. بصراحه لما بتكون ايدي جافه قوي بحط الكريم ده واستنى شويه وبعد كده احط الكريم ده، بحس ان الاثنين اللايرز دول بيبقوا حلوين قوي قبل ما انام. واحط على رجلي برده منه، حلو، مكتوب عليه ان هو للتشققات وكمان للجفاف الشديد. فحلو قوي برده الكريم ده، ومكتوب عليه ان هو للكعب وللايد. فبصراحه برده كريم ولونا برده معانا شركه كويسه وشركه محترمه. فدي يا بنات المنتجات المصريه بتاعه الشاور بتاعي. الشاور بتاعي الفتره دي بيبقى عباره عن المنتجات دي المصريه دي، ما بطلعش عنها. في حاجات بستخدمها تانية كانت عندي من قبل المقاطعه، طبعا مش هينفع اكلمكم عنها دلوقتي لان النهارده الفيديو عن الشاور المصري، وكلها منتجات مصريه مليون في الميه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، هستنى رايكم الحلو في التعليقات، وعايزه ارائكم كمان في الفيديوهات اللي انا هعملها الفتره اللي جايه، وهستنى تعليقاتكم الحلوه ولايكاتكم الحلوه والشير والسبسكرايب. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.